إن الاحتفال بعيد الغدير وتعظيم شعائره والتذكير بواقعته ليس قضية طائفية، خاف أحد يجي ويستشكل، ولا تستهدف أحدا مخالفا لنا في المذهب أو الدين أبدا، وإنما هو بيان لأساس قضايا الإسلام المحمدي الأصيل، آية قرآنية في ذلك وجوهرها وروحها. قال الإمام الصادق عليه السلام: بني الإسلام على 5. مسألة ليست طائفية، هذا الإسلام، هذا على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. إذا نسبة عظمتها، وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله في بيانها، بيان ولاية لأمير المؤمنين من أول أيام البعثة النبوية، مو بيوم الغدير، لا لا، من نزل قوله تعالى في مكة: وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمع بني هاشم وطلب منهم أن يؤازروا كذا، من يكون ناصري مؤازري ويكون خليفة. لم يجب أحد إلا علي بن أبي طالب، فأعلن على أن عليا هو خليفة من بعده. وأبو لهب في حين الرواية أنه تهكم من أبي طالب أنه: انظر إلى ابن أخيك، جعل ابنك الصبي الصغير خليفة عليك وأميرا عليك. لكن أبو طالب كان راسخ الإيمان، صلب الاعتقاد، يعلم أن النبي يبلغ عن الله تعالى. فإذا من ذاك اليوم من مكة هو هذا التنصيب موجود.